السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ومبروك فوز النادي الأهلي بالقمة 131. وعنوان القمة: رجولة وريمونتادا أهلوية وغباوة زملكاوية. قبل ما أبدأ يا جماعة، أنا ليا بس تعقيبين على كابتن عماد النحاس. الشحات قاعد بره ليه يا باشا؟ الشحات ينزل مكان طاهر الأكتع اللي ما عملش حاجة طول الماتش. حاجة تانية والنبي يا جماعة، بس اخواتنا الزملكاوية، لو حد في الاستاد او اخواتنا الاهلاوية، يا جماعة بعد اذنكم خلي كوكا بس يطلع اخوان الفينا بس من جيبه، علشان احنا ما بناخدش حاجة حد. الوينج الفشيخ، الوينج البرازيلي اسمر ويرقص سامبا. النهارده احمد كوكا عرف يحجم الوينج البرازيلي خوان الفينا. خوان الفينا ما عملش غير كورة واحدة بس في اول المباراة. طبعا مبروك النادي الاهلي. وغباوه من يانيك فريرا ان انت بعد الهدف الاولاني اللي انت جبته اللي هو الزمالك، وطبعا هي ضربه جزاء لا غبار عليها، زي ما هي ضربه جزاء حسين الشحات لا غبار عليها. وانا برضو ليا تعقيب على الحكم. انت الكوره اللي هي جت في بنتايج هي تحسب ضربه جزاء. بس مش هنتكلم الحمد لله غير ايه، لان حالات التحكيم النهارده كان زي الزفت. حكم كان وحش جدا. حكم النهارده في على الاقل طرد لعبد الله السعيد بعد كره الانذار الاولاني اللي هي خدها ضرب في تريزيجيه. نيجي نرجع بقى نحلل المباراه. الشوط الاولاني ابتدى بهجوم كاسح من نادي الزمالك. الزمالك عايز يثبت ان فرقته قويه جدا، وان التدعيمات دي كانت مش من فراغ. الزمالك اول 10 دقائق كورتين رايح بيهم على الجون، خوان الفينا عبينيه عالميه لعداء الدباغ يفشل في ان هو يتعامل معاها ويتصدى لها الشناوي ببراعه. يجي الكره الثانيه برضو نفس الكلام، الشناوي على الموعد. يجي بقى الاهلي بعد كده ابتدى يفوق، وابتدى يفوق من الصدمه والرعب اللي حصلت له، وقدر ياسر ابراهيم كره ركنيه جت جنب العارضه، وكان مدافع الزمالك قبلها كان هيدخلها في نفسه جون. الشوط الاولاني طبعا اول لما جت ضربه الجزاء والهدف تمام، بس انا ليه عتاب على الحكم ان هو المفروض الكوره بعد ما هي ان لعيبه الاهلي والزمالك دخلوا منطقه الجزاء فما تتعدش. بس عادي يعني، للاسف يعني الحكم ما كانش دون المستوى. جينا بقى لكارثة فريرا. انت يا باشا بعد الجون اللي انت جبته في نادي الزمالك في الاهلي بترجع تدافع؟ يعني حد يذكر لي الزمالك يا جماعة احصائياته في الشوط الاولاني شاط 4 كور 3 على المرمى، في حين ان الاهلي شاط 11 كورة منهم 6 على المرمى. لان الاهلي بعد الهدف تحرر بطريقة غير طبيعية، وبقى كل اللعب رايح على عمر جابر اللي اتفشخت جبهته. كان مرمي عليه تريزيجيه وبن شرقي ومحمد بن رمضان ليله. وللاسف مدرب الزمالك معرفش يقرا الجيم، نزل الشوط الثاني عايز اطبق دفاع اتلتيكو مدريد، هلعب على المرتده. وفعلا كان هينجح ان هو يسجل الهدف الثاني من الكره العرضيه اللي اتلعبت، لولا ان ما كانش في حد يتابعها وطلعها محمد هاني. على طول التغييره السحر الدواء، مان اوف ذا ماتش الشحات، نزل هوب جون. واللقطة الوحيدة المضيئة لمحمد شريف اللي كان مختفي طول المباراة هي الاسيست للشحات، اللمة اللي عملها وحطها للشحات، الشحات جابها جون. يعني محمد شريف انت مش مفهوم، وده يبين لك ان مهاجمين النادي الاهلي احنا محتاجين مهاجم يا جماعة على اعلى كواليتي زي وسام. ما علينا. طبعا الزمالك اتربى بعد الهدف الاولاني، هوب كوره اتلعبت من ورا المدافعين، هوب الشحات سرق ضربه الجزاء وخلاها تلبس في ايه، في اللعيب بتاع نادي الزمالك. يجي تريزيجيه اللي بجد يعني النهارده انت تاني اعلى اللعيبه تقييما بعد مين؟ بعد الشحات. وهو ده اللي احنا كنا عايزينه، مع انك في بعض الاوقات كنت بتأنن يا تريزيجيه، بس الحمد لله. طبعا الهدف الثاني الزمالك طبعا بقى فتح بقى، انا مش ببكي على حاجه. الشوط الثاني يا جماعه الاهلي شايط ما لا يقل عن 6 كور، منهم 4 على المرمى، والزمالك شايط كورتين بس، منهم الكره اللي هي جت في العارضه طبعا، اللي هي عرضيه عبد الله السعيد، اللي بجد يا جماعه راجل عنده 40 سنه وبيلاعبنا، بيلاعب النادي الاهلي، شابوه يا كابتن عبد الله بجد. لكن لعيبه الزمالك للاسف يعني ده فكر مدرب غبي، ده مدرب غبي. ان انت يا نيك فريرا تبقى انت بتدافع من اول دقيقه مثلا كام حاجه و20 اللي انت جبت فيها الجون. يا نهار ابيض يا جدعان، الزمالك قاعد بيدافع علشان ما يخشش فيه جون. طب انت اديك لبست جونين وخسرت المباراه. يعني غباء غير مبرر من يانيك فريرا، وان اللي يتحمل تبعيات الهزيمه في الزمالك يانيك فريرا.
انا واحد نازل بلاعب النادي الاهلي، حطيت جون ابتدي العب اعمل مش عارف ايه. لكن انت تعالى الشوط الثاني يا جماعه، تعالوا بصوا على الاحصائيات. الزمالك شاط كام شوطه؟ الزمالك ما شاطش حوالي، ما عداش 6 او 7 شوطات في المباراه. وللاسف للاسف انت الزمالك مشكلته في الموضوع ده، اما بيخسر من الاهلي بيخسر نفسيا. مبروك النادي الاهلي ورجالته بجد اللي عملوا الريمونتادا. وطبعا يعني انا مش، الناس بتقول لي انت ليه عمال تتكلم عن الزمالك كتير والكلام ده. لا يا جماعه، ادي المنافس حقه. ليه؟ علشان احنا بنطلع نحلل. انا معروف ان انا انتمائي راجل اهلاوي، بس في نفس الوقت اتكلمت عن بيراميدز بحياديه، اتكلمت عن الزمالك بحياديه، اتكلمت لازم أنا اتكلم بحياديه، علشان انت ما ينفعش ان انت يعني ايه انتمائك يطغى. تعالى بقى انت النهارده النادي الاهلي بجد، التنظيم الدفاعي رجوله. عايز اقول لك يا ياسين مرعي ما تزعلش، هي ركله الجزاء انت لبستها، يعني هي عدت منك ولبستها. كوكا يا ابن الله اكبر عليك، انت حطيت خوان الفينا ده في جيبك علشان الناس قعدت تهري وتوجع لنا دماغنا بخوان الفينا والبرازيلي يا عم هاتوا حطوه في اي كرتونه وشحنوه بره يا جدعان، ما تتعبوناش والله العظيم. وقعدوا يقولوا الجامدين ومش الجامدين. بس هي القصة كلها المباريات الكبرى تكسب ولا تلعب، وده اللي كان حاول فيريرا يعمله، بس للأسف خانوا التوفيق. مبروك النادي الأهلي، هارد لك نادي الزمالك. أتمنى أن الروح الرياضية تسود بيننا وبين بعض يا جماعة. وكابتن عماد شابوه على المباراة، قدرت تديرها صح. رجالة الأهلي فاضل مباراة مؤجلة نكسبها نطلع نركب الدوري. أتمنى إن إحنا الأداء ده يستمر. مبروك الرجالة، مبروك الريمونتادا على نادي الزمالك، وإن شاء الله عقبال أفريقيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.